جاء في مسلسل المؤسس أورهان مشهد تتويج أورهان بن عثمان سلطانا وإعلان تحويل الإمارة العثمانية إلى سلطنة. فهل حدث هذا تاريخيا أم أن أورهان لم يكن أول من توج سلطانا في الدولة العثمانية؟ لم يكن للدولة العثمانية حتى الآن جيش نظامي بالمعنى المألوف، فقد كان أورخان ووالده عثمان يعتمدان بالأساس على مقاتلي عشيرتهم وجنود الإقطاع، وتتمثل هذه الطريقة في إقطاع المقاتلين منطقة زراعية ما يزرعونها ويحصدونها شرط أن يكونوا تحت الطلب في الحروب. لكن هذا النظام كان يتسبب في مشاكل كثيرة، خصوصا لو كانت الحروب بعيدة عن تلك الأراضي. وهنا اقترح أحد المقربين من أورخان عليه أن يبدأ في تدشين قوة عسكرية مختلفة في تركيبتها ولم يسبقه إليها أحد، وهي أن يعزل الأطفال الأسرى في معسكرات خاصة يتعلمون هناك ويتربون على الدين الإسلامي، ويصبح ولاؤهم فقط للسلطان ولدولته فقط، فهم جنود بلا انتماءات عشائرية أو قبلية قد تعيق أو تتحكم في ولائهم. ومن هنا بدأ أورخان في تأسيس هذا الجيش الذي أصبح قوة ضاربة في أوروبا وآسيا على السواء، وصارت سمعته العسكرية تخيف أعداء الدولة، وأصبح للإنكشارية دور أضخم وأكبر مع صعود ابنه مراد الأول للحكم. يظن الجميع أن السلطان الأول للدولة العثمانية هو عثمان غازي بن أرطغرل باعتباره مؤسس السلالة، لكن عثمان لم يلقب بالسلطان في حياته، وإنما لقب بهذا اللقب بعد وفاته. لكن أورخان أصبح سلطانا في حياته بعدما استطاع توسيع رقعة إمارته 6 أضعاف ما ورثه من والده، فإمارته الآن أصبحت دولة حقيقية مترامية الأطراف، فهي 95,000 كيلومتر، وهي تشمل بورصة وبلكسير وجزر مرمرة والشق الآسيوي من إسطنبول. كما أصبح جيشه أكبر جيوش المنطقة الحدودية التي تتمركز فيها دولته، فقد أصبح تعداد جيشه بعد سنوات قليلة من حكمه 115,000 جندي، ومع مرور الوقت استطاع السيطرة على عدة إمارات أناضولية أخرى، فزاد جيشه بأسطول عثماني، وهو أول من بدأ معارك بحرية من آل عثمان. كانت بدايات دخول العثمانيين أوروبا بين عامي 1353 1357 عندما تحالف أورخان بن عثمان مع الإمبراطور البيزنطي. كان الإمبراطور يواجه مقاومة شديدة من بعض أمراء البلقان، وخصوصا أمراء الصرب والبلغار. تناقش مع أورخان في دعمه له بالجند العثماني للتغلب عليهم، فوافق أورخان وأرسل ابنه سليمان أول الأمر ب6,000 جندي عثماني. خلال هذه السنوات كان شهزاد سليمان ولي العهد يمر عبر الأراضي البيزنطية ليحارب أمراء البلقان ويعود. واعترافا بفضل ولي العهد سليمان بن أورخان منحه الإمبراطور البيزنطي قلعة جنبة الواقعة على الضفة الأوروبية. كان الأمير سليمان بن أورخان أميرا قويا، وكان الجميع يتنبأ له بمستقبل عظيم، ولكنه توفي في حياة أبيه لتنتقل ولاية العهد إلى أخيه الأمير مراد. بالطبع يعتبر العبور للروم لبلاد الروم ودخول العثمانيين أوروبا أحد أهم الوقائع التاريخية المهمة في التاريخ العثماني، فهو الحدث الذي أمن تأسيس الإمبراطورية العثمانية في أوروبا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد غير بشكل مباشر التاريخ الأوروبي ومصير الدول الأوروبية كذلك. توفي أورخان عام 1362 بعدما ترك لابنه مراد دولة مترامية الأطراف فتية بجيش هو الأقوى في منطقته، ليستطيع ابنه مراد بعد ذلك فتح بلاد البلقان والسيطرة عليها وتثبيت أقدامه في أوروبا وأقدام أحفاده طيلة 500 عام.